رواية الكموني. رواية مسموعة بالدارجة. الحلقة 10: الجوج واللقط. كموني الستينات والسبعينات التعليم فيه حدو الابتدائي، ما كانش فيه لا اعدادي ولا ثانوي. ولا نجحتي في الشهاده وبغيتي تزيد تطلب العلم، خص والديك يدبروا لك في شي حل باش تمشي تقرا في سيفلت او سلا او شي مدينه اخرى يقبل عليك فيها عمك او خالتك، او ريحه الشحمه في الشاقور تطلع رجوله وبنت الناس في العرق ديالكم كامل وتفتح ليك باب دارها وتسكنك معاها وسط ولادها. ولكن بعد شهر او شهرين ريحه الشحمه وريحه الدم تيتبخروا وتيبقى غير الشاقور. وهنا الاب ديالك غيسمح في فلاحته ولا في تجارته اللي على قد الحال ويبيع داركم الكبيره في الكاموني باش يشري لكم سكنه في الكريان د المدينه. يخدم هو خضار بكروسه ولا طالب معاشو في الموقف باش نتا ولا نتي ما تنقاطعوش على الدراسه. هادو هما الخيارات الصعبه اللي كانت عند اغلبيه اباء واولياء تلاميذ قريه سيدي علال البحراوي. مخازنية قشلة الكاموني كان عندهم وعند ولادهم الزهر من هاد الناحية. أي واحد نجح في الشهادة تيلقى جلم قيادة القشلة كاميود القوات المساعدة تيسينو خصيصا باش يديه يكمل قرايته في سيفلت. مسكورطي ب3 ديال المخازنية. مخازني شاف كمسؤول على الرحلة يركب في لاكابين جلب المخزني الشيفور، ومخزني دوزيام كلاس يركب اللور في الدوزيام كلاس باش يراقب الولاد مع البنات. الكاميو تيقلع بهم الصباح بكري وتيحطهم في سيفلت قريب من ثانوية ابن جروم، ويبقى النهار كامل مستاسيوني بين بلدية سيفلت وديبو كبير ديال الزرع. وقت الغداء بين 12 والجوج تلام تيتغداو ويطلعوا يستراحوا في الكاميو تحت الباش الخضر. إلا تلقوا عينيهم للقدام غيشوفوا بورديل دوار الضبابة مقابل معاهم كيف مقابل بورديل الكاموني مع قشلتهم تماما. فاش الكاميو تيقلب وجهو على الشمس، العساس ديال ديبو الزرع هو اللي تيبقى مقابل مع الكاميو ديالهم. النهار كامل هو جالس على كرسيه في الباب خاشي يديه في جياب جلابته الصوف وحاضي ولادو وبنات المخزنية طالعين هابطين من الكاميو. حاضيهم كتر ما تيحضي الديبو وعيالة الديبو اللي تينقيو فيه الزرع. إلا كان شي رسام أو مخرج سينمائي تيقلب على وجه مغول بالتوحدانيت والقهرة وتمارة مع الميزرية القاصحة، ما يلقاش ما أحسن من البورتري هاد العساس ديال الديبو في سيفلت كاملة. من النظرة الأولى على وجهه تعطيه 60 حتى 65 عام في عمره، وما حد كتحقق فيه وانت تتنقص ليه من السن ديالو حتى تقول لا عنده غير 50 أو 45 عام. كان ما تيجمع مع حد ما تيقرب ليه حد إلا اللي بغى شي حاجة من الديبو، والمصواب فيهم ما تيفوتش مع السلام عليكم. هذا علاش هو بحال إلا تزيزن وصبعان يديه بداهم بوتفتاف تيخشيهم في جلابته صيف وشتا باش يتعفى ويعفي عباد الله من السلام ديال اليد في اليد. صباح عاشوراء من كل عام عيالات الديبو تيهزو يديهم من تنقيه ديال الزرع وتينوضو يخويو من الخناشي دراهم والصرف الرقيق في الجفاني باش مول الديبو يخرجهم زكاة العام على تجارته واملاكه. وكيف عادت هاد المحسن ما تيبغيش يبان في الصورة، تيكلف العساس بهاد المهمة. هو اللي تيحط باريار كبير قدام باب الديبو باش يحبس خوتو البؤساء ديال تيفلت اللي تيكونوا من الصباح بكري وهما مجوقين تيساينوا الصدقة قدام الديبو. العساس يحل باب الديبو من داخل ويتحناه هو وقب جلابته على الجفاني.
يكمش بيديه ويتفتف شوية، عاد يلوح الرزق الرقيق فوق ريوس المزاليط بحالو. المشهد سوريالي وفوضوي، فيه المخاطفة والمخاصمة، التفيع والحقرة، فيه الطليب والرغيب في العساس تفتاف باش يدير شي مجهود ويطوع بعيد شوية لشي جهة ما وصلت حتى شقفة نحاسية ديال 10 ريال. الجفاني تيخواو والشقلة تتفرتك، والمساكين ديال تيفل تيرجعوا منين جاو راشقة ليهم مؤقتا. تيحسبوا في الدراهم والريالات اللي جمعوا، تيقولوا هذا رزق جابو الله، تعرضنا ليه في السماء وتسيبنا عليه في الارض. عيالات ديبو حتى هما تيخرجوا منه ضحكات كتر من العاده، الا العساس تيبقى هو ما ضحك ما معبس، خاشي يديه في جلابته وجالس على كرسيه في باب الديبو. تيشوف كامي ولاد المخازنية قلب عليه وعطا وجهه البورديل دوار الدبابة وخلاه تيشوف بلدية تيفلت. العساس يحضر راسو تيغطيه بقبو، ما عنده ما يشوف البلدية او يقضي فيها. اصلا هو ما عنده حالة مدنية، ما مزوج بمرأة، ما عنده ولاد ولا صحاب، وما محتاج لشي شهادة السكنة، لانه تادو في الديبو تينعس فيه ويفيق فيه، يشرب فيه وياكل فيه، وتيبزق فيه بحالو بحال الجاوج والحمام المعشين في سقف الديبو. حتى هما عايشين من الديبو وتينقبوا من لقط الديبو، هما عشرانو. رواية الكموني.